السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من صوت الروح مع بركات. اليوم غادي نهضروا على واحد الراجل اللي وقف ورا واحد من أعظم صفحات الكرة المغربية في هذا العام، محمد وهبي، المدرب ديال المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة. الرجل اللي قدر يدير بلاصتو، يصنع عقلية ويقود جيل كامل حتى التتويج العالمي. محمد وهبي تزاد في بروكسل عام 1976 من الأصل المغربي وحمل الجنسية البلجيكية. تربى في بيئة أوروبية وتكون المسارات التربوية والتدريبية. اشتغل كمدرس قبل ما يتعمق في التدريب، وتلقى تكوينات مهمة في أكاديميات بلجيكية حتى تحصل على رخص تدريب أوروبية يويفا برو اللي عطاتو قاعدة فنية وتقنية قوية. هاد البداية مهمة جدا باش نفهمو علاش وهبي كيعامل اللاعبين ديالو بحس تربوي ماشي غير كتقني. رجع من مدرسة التعليم والتكوين وعنده نظرة طويلة الأمد على اللعب وبناء الشخصية. قبل ما يجي يدير بصمته في المغرب، وهبي خدم في أوروبا في الفرق الشابة والأكاديميات، وخدا خبرة في بيئة احترافية صارمة. هاد التجربة عطاتو القدرة باش يركب مشروع طويل المدى مع المنتخب الوطني للشباب، مشروع ماشي ديال النتيجة لموسم واحد ولكن ديال بناء قاعدة تكوين ذهني وفني للاعبين ومنحهم أدوات النجاح. وفي ماشي غير مدرب تكتيكي، المنهج ديالو كان جامع بين الانضباط التكتيكي باش ينظم الدفاع والهجوم، البناء النفسي كيفاش يبني شخصية اللاعب يتعامل معها ويتعامل مع الضغوطات اللي غادي تكون عليه، والمرونة الفنية تعطي اللاعبين حرية باش يبدعوا داخل إطار منظم. هذا الأسلوب خلاه يقدر يتعامل مع لاعبين جاو من مدارس مختلفة، الأكاديميات في أوروبا إلى أندية محلية وأكاديميات محلية كذلك أكاديمية محمد السادس، ويخليهم يخدموا ككتلة واحدة. عندهم هدف واضح وباين: تمثيل المغرب والذهاب بعيدا في المونديال. واحد المبدأ اللي وهبي كان كيشد عليه بزاف هو صناعة الرجال قبل صناعة اللاعبين. كيعطيه اهتمام كبير لثقافة الفريق، الانضباط والقيم، وكيخلي اللاعبين يحسوا بالمسؤولية تجاه القميص. هذا الشيء بان في الملعب، اللاعبين ماشي غير كيلعبوا ولكن كيشدوا المبادرة، كيتحملوا المسؤولية وكيلعبوا بفخر وقوة. من بعد التأهل للنهائي، وهبي عبر على الفخر والسعادة، قال أنهم خدموا 3 سنين باش يوصلوا لهاد اللحظة، وأن الهدف ديالو هو التتويج باللقب، وأن اللاعبين خاصهم يلعبوا من أجل الشعب، من أجل الملك، ومن أجل العائلة. هاد الكلمات جات واضحة في البيانات الرسمية والمقابلات الإعلامية. هاد الروح هي اللي حركت الفريق حتى التتويج. ما كانش صدفة. لائحة اختيار اللاعبين كانت متوازنة بين الشباب اللي عنده تجربة في الدوريات الأوروبية ولا حتى في الدوريات المحلية. التكتيك كان واضح: تنظيم دفاعي محكم، سرعة الهجوم، استغلال الفرص على أكمل وجه. هاد التوليفة عطاتهم القدرة باش يطيحوا فوق بحال إسبانيا، البرازيل، كوريا الجنوبية، أمريكا وفرنسا، قبل ما يوصلوا ويواجهوا الأرجنتين في النهائي. هاد العمل الجاد والنية الصافية خلى الفريق يوصل للقمة، الفوز على الأرجنتين في النهائي والتتويج بكأس العالم للشباب. لحظة شحنت البلاد بالفخر، وردت المنظومة قادرة على توليد أبطال. وهنا كتبان عبقرية القائد: اختيار البشر المناسب، طريقة التعامل معهم. ذوبي عطانا دروس للأجيال وللقادة أنه الصبر على المشروع ماشي كل نجاح كيجي في الحين. هناك مشاريع كتطلب سنوات، والتركيز على الإنسان قبل الرياضة، بناء شخصية اللاعب يجيب نتيجة بعيدة المدى. التواضع والهدوء القيادي، القائد اللي كيحافظ على الهدوء ديالو كيجيب الانضباط والنتائج.
اليوم نفهمو أن النجاح ماشي صدفة، راه نتيجة خطة واضحة وعمل يومي وصبر طويل. محمد الوهيبي عطانا نموذج ديال قائد صنع تاريخ بلا ضجيج، صنع جيل كامل عرف كيفاش يحلم ويخدم باش يحقق الحلم.